رسميا يا جماعة الخير بحسب صحيفة الشرق الأوسط تأجيل لقاء الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي في دور 16 من بطولة النخبة. يعني مباريات التجمع في بطولة النخبة ستقام من دور 16 بدل من دور 8 يا جماعة الخير، إذا لم يجدوا وقت مناسب لإقامة المباريات. يعني الاتحاد راح يلعب في جدة مباراة واحدة أمام الوحدة الإماراتي، وما راح يلعب في أبو ظبي بسبب الأحداث في المنطقة يا جماعة الخير. الله يستر يا جماعة الخير من الأحداث اللي قاعد تصير في العالم الحين. لكن أنا مبسوط من ناحية أخرى، أنا مبسوط إنه تم تأجيل المباريات يا جماعة الخير، لأنه لازم نستعيد اللعيبة المصابين، لازم نستعيد اللعيبة الغايبين يا جماعة الخير، فهذا في فائدة مو بس لنادي الاتحاد، لكل الأندية المشاركة في هذه البطولة. قبل أكمل أتمنى من أي شخص ضايفني على تيك توك أو في منصة أخرى يضيفني في البرنامج الأحمر، نبى نوصل 2000 مشترك بأسرع وقت، الرابط في البايو. اشترك يا بعد قلبي اشترك. فابينيو يوصل ل 100 مباراة مع نادي الاتحاد في جميع المسابقات يا شيخ. شكرا 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 فابينو، رجال والله قائدنا. دانيلو بيريرا افضل لاعب في المباراة امس يقول في لعيبة يصومون اثناء المباراة، وهذا الشيء مو سهل عليهم، الله يصبرهم. ويقول الفترة الأخيرة كان في ضغط مباريات كل 3 أيام مباراة، وإن شاء الله الضغط راح يخف مع الأيام، وقاعدين يلعب بروح، وقاعدين يلعب بقتالية عالية. هذا الكلام، هذا الكلام يا جماعة الخير، والله هذا كله هو مو كابتن يا جماعة الخير، هذا مو كابتن الفريق. محمد الدومبي يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله صنع 21 فرصة لوحده يا جماعة الخير، لوحده ما حد يشاركه في هذا الرقم. لوحده صنع 21 فرصة في آخر 6 مباريات يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله. لما أنا أقول لكم أفضل محور هجومي في تاريخ الدوري السعودي، أما أقول لك تاريخ الدوري السعودي، لا، في الدوري السعودي حاليا، مو في التاريخ، سوري، حاليا هو أفضل محور هجومي، ما شاء الله تبارك الله.